البهدله دي نعم. اشمعنى يعني؟ ولا دي ارواح ولا دي ارواح؟ ملف اخر شيخ وجدي، وحاله الاستقطاب الحادثه في مصر الان بين جبهتين. الجبهه الاولى هي جبهه التيارات الاسلاميه بجميع اطيافها، وهذا المشهد الذي رايناه في الجمعه قبل الماضيه ومليونيه الاراده الشعبيه ووحده الصف، وعلى الجانب الاخر جبهه تسمى بما يعرف بالتيارات العلمانيه والليبراليه في مصر. كيف ترى هذا الاستقطاب شيخ وجدي؟ اخي الحبيب، انا شيخ عندي علم شرعي الحمد لله. الله يقول في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. انا ما اعرف التسميات اللي بتتقال دي، علماني، ليبرالي، مش عارف ما اعرفش الكلام ده. انا اعرف حاجة من الاثنين: المسلم يحب دينه ويعز دينه ويتحب ان الاسلام يحكمه لانه مسلم. خلينا مع مثل بسيط: لما يكون واحد بيشجع فريق كوره مش يحب الفريق بتاعه ويحب ان الفريق بتاعه ياخد الدوري والكاس وكاس الكؤوس وكاس اوروبا وكاس العالم وكاس افريقيا، انا ما شفتش واحد بيكره دينه. اللي يكره دينه يبقى كافر. واحد بيقول لك انا مش عايز الاسلام يبقى كافر، ما بحبش الدين يبقى كافر، ربنا ما يحكمناش يبقى كافر، الاسلام ملوش لازمه عندنا النهارده، ده يبقى كافر. يعني يسمي نفسه افهم انك تكفر التيارات والاحزاب العلمانيه والليبراليه في مصر؟ ايه ده؟ افهم من كلام حضرتك انك تكفر التيارات العلمانيه والليبراليه في مصر؟ ما انا بقول لحضرتك انا لا اعرف ليبراليه ولا علمانيه ولا ملوخيه، انا اعرف ان الاسلام هو اللي بيحكم والمسلم يحكم الله ويحكم شرع الله. يقول الله عز وجل سورة المائدة: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. طب اللي مش هيحكم بما انزل الله في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. عندك في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله. عندك في سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. عندك في آخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين. عندك سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. يعني ألا ترى أن هذا الحديث يوسع الهوة والفجوة بين أبناء الوطن الواحد؟ ألا ترى أن هذا الحديث لازم من حديث أسامة بن لادن أن العالم ينقسم إلى فسطاطين وما إلى ذلك؟ شوف يا حبيبي، لازم يكون في انفصال بين الحق وبين الباطل، في جنة وفي نار، في إيمان وفي كفر، في مسلم وفي كافر. الله في سورة الفتح يقول: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. لا تزيلوا، لازم التزيل. انما انا اقول لي، طب قول لي بالله عليك، ينفع انا اقول انا مسلم بكره الاسلام؟ انا مسلم بكره ديني؟ انا مسلم وعايز اشيل المادة الثانية من الدستور اللي بتقول الاسلام؟ انا مسلم وبكره ربنا وبكره شرعه؟ اذا كان الله بيقول في سورة الحجرات: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. لازم الامر يبقى واضح. المياعة دي والتميع ده مش ما ينفعش. لا هم لم عشان كده انا بتكلم مع اي حد ما اعرفش انا لا تقول لي علماني ولا تقول لي ليبرالي. لا يعني اساله سؤال: انت مسلم؟ بتحب الاسلام؟ بتحب شرع الله؟ بتحب دين الله؟ يبقى انت مسلم. لكن تقول لي مسلم بكره الاسلام، مسلم وشيل المادة الثانية، مسلم ومش عايز دين، طب انا يبقى انت كافر، ما انتش مسلم، انت كافر ما انتش مسلم. هم يعني الكثير من هذه التيارات لم تتحدث عن المادة الثانية من الدستور، بل على العكس أكدت عليها وأكدت على إسلامية الدولة. لكن هي في النهاية تقول يجب أن نذهب إلى دولة مدنية تحترم الحريات العامة. هناك أقليات في هذه الدولة لها قوانينها التي يجب أن تحكم بها بشكل أو بآخر، لكن هي أكدت على المادة الثانية من الدستور وأكدت على إسلامية، لكن تريد أن تذهب بمصر إلى دولة مدنية شيخ وجدي. لا ما فيش حاجة اسمها دولة مدنية يا أخي الحبيب، اسمها دولة إسلامية. لازم الألفاظ تبقى متحددة. في حاجة اسمها دولة ثيوقراطية، لا مش احنا اللي هي بتحكم بيقول لك أنا نظل الله على الأرض والكلام. نوضح للناس احنا يعني مثلا اخوانك لما بيقولوا نريدها دولة مدنية على القرآن والسنة، تبقى اسمها اسلامية مش مدنية. انت بتضحك على مين؟ انت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك ولا على الناس؟ لا، لازم نكون واضحين مع الناس. احنا مسلمون، نعم، نريدها دولة اسلامية تحكم بالقرآن وبالسنة. يا اخي الحبيب المثل بيقول: من حكم في ماله ما ظلم. طب الله يحكم عباده يا اخي، الله اللي خلقنا. وقال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء
وهو على كل شيء وكيل. واللي قال في سورة البقرة إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة هيحكم بشرع مين؟ ايه مدنيه وملوخيه وكلام جماعه الاخوان المسلمين بنفسها، وانت تنتمي اليها استاذ وجدي، انت تنتمي الى جماعه الاخوان المسلمين. جماعه الاخوان المسلمين هي نفسها هي التي تؤكد على مدنيه الدوله المصريه، وتقول ان الدوله الاسلاميه لا تعني ابدا انها ضد الدوله المدنيه، الدوله الديمقراطيه والتي تحكم من خلال الدستور ومن خلال القانون. هذه رؤيه جماعه الاخوان المسلمين. خلي بالك بس خلي بالك من كلام، مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه. الديمقراطيه قائمه على اسس كفر، 10 مبادئ للديمقراطية كلها كفر. حرية التدين، حرية الاعتقاد، وده عندنا حد الردة، الحكم للشعب مش لله، المال مال الشعب، كل الامور اللي قامت عليها الديمقراطية. كلمة الديمقراطية، طب ما احنا عندنا شورى يا اخي، ليه ما بنقولش كلمة الشورى؟ انا لما اقول انا ضد الديمقراطية وبكره الديمقراطية مش معناها ان انا بحب الديكتاتورية، لا. زي ما اقول لك انا بكره الخنزير، ما باكلوش لان حرام، لكن انا باكل بقية اللحوم. فليه بنكرر الكلام مدنية ديمقراطية؟ مين قال الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها ديمقراطية في الاسلام، اسمها الشورى. عندنا اسمها سورة الشورى ومذكورة مرتين في القرآن. ليه ما بنوهاش ليه؟ يعني سامحني يا اخي الحبيب، احنا وصلنا لمرحلة دلوقتي ان احنا بنتكسف من ديننا، احنا مكسوفين من الاسلام، مكسوفين من الدين، ونقول معلش اصل الناس ومش الناس، وعمالين نعرض اسلامنا كده بطريقة. الله يقول عز وجل سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الفعل المضارع والمفعول المطلق. نعم شيخ وجدي في الفترة فعندنا الشورى. ليه نقول ديمقراطية؟ ليه نقول للناس دولة مدنية؟ ايه مدنية؟ يعني ايه مدنية؟ يقول لك مدنية تحكم بالقرآن والسنة. الله، طب ما هو القرآن والسنة بقى اسلامية. الله، احنا هنضحك على مين يا ناس؟ شيخ وجدي يعني اصل الغرب بيبص لنا، عمر الغرب ما هيرضى عننا. والله في سورة البقرة يقول ولن لمنون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعندنا مثلا بيقول لك اللي بيزمر ما يداريش دقنه، انت بتزمر هتداري دقنك ليه؟ خلينا لو سمحت، يمكن حضرتك اتكلمت عن الدول الغربية، هل ستسمح الدول الكبرى بوجود دولة إسلامية بهذا الشكل الذي تتحدث عنه هنا في مصر تحديدا، هذه الدولة المحورية في الشرق الأوسط وبجوار إسرائيل؟ ألا ترى أن ذلك يحفز الدول الكبرى على مصر بشكل أو بآخر؟ الله أخي الحبيب، واحنا هنستناهم؟ هم دول اللي هيخلونا نحكم ديننا ولا لأ؟ هم دول اللي هنستأذنهم؟ إذا كان هم بيحكموا دينهم. عندك 8 دول حتى الصليب على العلم بتاعها، 8 دول حاطين الصليب على العلم بتاعهم، والدساتير بتاعتهم اقرا دستور اليونان، اقرا دستور المانيا، ايطاليا، اقرا مكتوب في النص كده احنا دولة ايوه بنطبق الارثوذكسية واللي لازم يكون اللي بيحكمنا كذا وكذا وكذا وكذا. هو حلال عليهم حرام علينا؟ هو احنا عشان نقيم شرع الله لازم نستأذنهم؟ لا يا اخي، دي كانت تبعية قديمة. نعم. الثورة قامت شيخ وجدي لو انت حي الله شباب الثورة لما جت بتاعة دي كوندالاي اسمها ايه اللي وزيرة الخارجية دي، مرضوش يقابلوها في ميدان التحرير. الشباب مرضوش يقابلوها، هيلاري كلينتون مرضوش يقابلوها، لان عشان نقول لهم خلاص شغل التبعية والذل اللي كنتوا حاطين جزمتكم فوق رقبتنا دلوقتي بعد الثورة لا، قرارنا بايدينا. نعم شيخ وجدي، تفسير حضرتك ايه هننفذ ونطبق اسلامنا؟ ان شعارات الثورة التي ظهرت في اوائل ايام الثورة الاولى لم يكن بها شعار تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر او مصر دولة اسلامية، لكن كلها كانت شعارات تتحدث عن دولة مدنية، تتحدث عن دستور جديد، عن انتخابات حرة. لم نسمع على الاقل في ايام الثورة الاولى تطبيق الشريعة الاسلامية من قبل هؤلاء الثوار الذي اثنيت عليهم انت الان، لان بيعتبروا ان الامر ده عادي جدا. الله، عارف زي ايه حضرتك؟ زي اللي طالعين دلوقتي بعد المليونيه بتاعت الشريعه يقول لك ايه اليوفط اللي انتوا كنتوا معلقينها، احنا ما اتفقناش على اليوفط دي. طب اليوفط دي مضايقاك في ايه؟ مش ده الوضع الطبيعي لينا؟ مش الوضع الطبيعي للمسلم ان هو بيحط يوفط اسلاميه؟ كذلك الثوره دي لما قامت زي ما قلت لحضرتك، مين اللي قام بيها؟ يا اخي الشباب طالعين مضحيين بحياتهم. اللي بيضحي بحياته ده بسبيل ايه؟ قول لي بسبيل ايه؟ بسبيل الديمقراطيه والملوخيه والمدنيه؟ لا والله، اكتر من 850 شهيد و5000 معاق وجريح. دول كانوا عشان ايه؟ عشان نقول مدنيه بعد كده؟ عشان يطلعوا لنا العلمانيين ويقول لك مش عايزين الدين والغوا الماده الثانيه؟ لا، كانوا طالعين بالاسلام. وارجع للهتافات يوم الجمعه يوم ما تنحى المجرم ده، كان كل الهتافات هتافات اسلاميه.
يعني دعني فقط أقول لك ما يحدث الآن. لم يطلب تيار في مصر بإلغاء المادة الثانية من الدستور، لكن على أي حال شيخ وجدي، ألا تتخوف من الصعود السلفي الحادث في مصر في الفترة الأخيرة وما رأيناه في جمعة الشريعة كما تسميها أنت أو جمعة الإرادة الشعبية؟ هؤلاء لم يكونوا بشكل أو بآخر ضمن ركاب الثورة الأولى كما يرى البعض، وفجأة ظهروا بأعداد كبيرة بالملايين. ألا تتخوف من صعودهم شيخ وجدي؟ بالعكس، يعني التيار السلفي او الجماعة السلفية، وعايز اقول لحضرتك ما فيش فرق كبير جدا بين الاخوان وبين السلفية. انت لو رجعت المبادئ الاخوان، اول مبدأ عندنا دعوتنا دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة، يعني الحق اللي عليه هؤلاء صوفية، بعدين شركة اقتصادية اجتماعية رياضية سياسية علمية. فما فيش فرق كبير، لان معنى السلفية ايه؟ معنى السلفية الرجوع الى القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. طب ما هو كلهم بيعتبروني سلف وانا افخر بهذا، ايه المشكلة؟ ان انا راجل برجع للقرآن وللسنة بفهم السلف الصالح. لكن هم طلعوا ليه وانا قلت ان اتأخرت؟ يعني الاخوة لما طلعوا في المليونية بتاعت الجمعة اللي فاتت دي اتأخروا، بس هم طالعين ليه؟ من الغيظ، من الكلاب، مؤاخذة في اللفظ، يعني الكلاب المسعورة اللي طالعة دي ضد الاسلام. الله، ايه يا اخي انت مسلم انت؟ السؤال شيخ وجدي، اين كانوا قبل الثورة؟ لم نرى ان التيار السلفي تحديدا كانت له مواقف واضحة في انتقاد النظام السابق. اتفق معاك، صح، ما عشان ما نبقاش برضو بنتكلم بالباطل. يعني هم فعلا كان لهم رأي ان احنا ما نطلعش وما كذا وما لناش دعوة وما نخرجش على الحاكم، بس دي كانت يعني كلمات انا قلت لهم ان الكلمات اللي انتوا بتقولوها ما تنطبقش على الواقع. يعني السلفية لما بيقولوا عدم الخروج على الحاكم وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ده مش حاكم، ده ما كانش حاكم، ده متحكم فينا. قلت الكلام، وقلت ما دام ارتد عن الاسلام وبقوا يديهم بالعيد 62 لاحتلال فلسطين ويديهم الغزو ويمنعوا عن المسلمين ويحاصر 1.5 مليون مسلم، فده ما بقاش مسلم. لما حاصرهم في غزة ما بقاش مسلم، فازاي تقولوا ان هو ما زال برضو ان احنا كذا وكذا وكذا؟ لا. لكن الحمد لله رب العالمين، كتير منهم قالوا ان احنا ما كناش عارفين الموضوع كده، والحمد لله يا سيدي لما نغلط مش عيب ان انا اغلط. كان معايا الشيخ وجدي، كان معايا دكتور أسامة القوصي في اول حلقة من سياسة في دين في اول رمضان، وقال لي لا يوجد سياسة في دين ولا يوجد ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي والعلوم الاسلامية وما الى ذلك، ويجب ان نفصل فصلا تاما بين السياسة والدين. هكذا قال الدكتور أسامة القوصي. رأي حضرتك في الكلام ده ايه؟ لا 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 لا، وهذا ما دام انت ذكرت اسمه، ده اصلا تبع الحكومه، ده كان بتاع مباحث امن الدوله. كان الاخوه بيتعذبوا تحت وبيتخرموا وهو كان فوق بيدي المحاضرات لبتوع امن الدوله. ما هو ده اللي كان بيقول لك الرئيس وما فيش حد يخرج عليه وكذا وكذا. لا 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 لا، ده لا يمثل السلف الصالح اطلاقا، وانا رديت عليه والرد بتاعي موجود على اليوتيوب. وبعدين خلينا نتكلم بصراحه شويه. اي واحد يقول لك ان ما تدخلش الدين في السياسه كانه بيقول ربنا لا يعلم في السياسه. خلي ربنا يبعد عننا. ربنا بيقول لك في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر؟ لا، ألا له الخلق ولنا الأمر. احنا بقى بتوع السياسة واحنا اللي نتكلم. اصل السياسة يعني ايه؟ يعني نظام. انا بقول لحضرتك ايه السياسة اللي انت بتتبعها لما بيجي لك ضيف؟ بتاخده تقعده في اوضه النوم عندك وتقعده مع مراتك؟ هتقول لي لا، لان دي السياسة انا بتبعها اللي هي الاسلام اللي كذا وكذا وكذا. طيب السياسة يعني النظام، مش عاجبنا نظام ربنا؟ افغير دين الله يبغون؟ ازاي نقول ان ربنا مالوش في السياسه؟ استغفر الله. وفي سوره الانعام في الاخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سوره البقره يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ادخلوا يعني التزموا، والسلم اللي هو الاسلام، كافه يعني كله. مش هنيجي في لحظه نقول له لا يا رب انت مالكش في الموضوع ده، ربنا مالوش في السياسه. زي اللي طالع لنا يقول لك انتوا بتسيسوا الدين، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. الله يكرمه الشيخ محلاوي ما لما فسرها بعد السادات ما قالها، قال والله الراجل اتكلم كلام صح وغلط. ازاي؟ قال لا دين في السياسة، لا دين في السياسة، لان كل السياسيين ما عندهمش دين. ده هو اللي كان بيقول كده، لان السياسة هي فن الكذب، لكن عندنا في الاسلام المحاورة في الممكن مع عدم التخلي عن الثواب. اما ان هو يقول لا دين في السياسة، لا، ده العلماء اللي يقولوها. ازاي لا دين؟ يعني ربنا مالوش، استغفر الله العظيم، ربنا ما يتدخلش في حياتنا وينظم لنا حياتنا؟
مين اللي يقول الكلام ده؟ نعم. هل صحيح شيخ وجدي أنك بايعت الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل عبر اليوتيوب، عبر فيديو مسجل على اليوتيوب كرئيس للجمهورية لمصر في الفترة القادمة؟ هل هذا صحيح؟ نعم. أنا أؤيد وبشدة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، الله يرحم أبوه رحمة واسعة، اللي كان فارس الشريعة الإسلامية، وأحسبه نعم الخلف لنعم السلف، ربنا يبارك فيه، ثابت على الحق، لم يعطي الدنية في الدين، الحمد لله. راجل بيتكلم بكل وضوح وما نافقش حد، وتاريخه ما شاء الله مشرف، عمره ما لو جماعة الإخوان المسلمين يا شيخ وجدي مش هتدي أصواتها يعني قالت لأتباعنا لن يعطوا أصواتهم لحازم صلاح أبو اسماعيل، هل تتفق معه في هذا الأمر؟ مش سامع، بتقولي حضرتك الحتة الأخيرة؟ جماعة الإخوان المسلمين لو اتخذت موقف غير حازم صلاح أبو اسماعيل، أن يعطى أصوات الإخوان لحازم صلاح أبو اسماعيل، ماذا ستفعل في هذا التوقيت؟ لا انا ما اعتقدش حد يقول على الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اي كلام تاني. يثبتوا لنا، يقولوا لنا، طيب يقولوا لنا ايه يعني، كذب في ايه، نافق في ايه؟ لا يعني اي مواقف هم ممكن ياخدوا موقف من حازم صلاح اسماعيل بما انه كان في جماعه الاخوان المسلمين، وحتى على هذا هم من رفضوا عبد المنعم ابو الفتوح من الجماعه بعد اعلان ترشحه لمنصب رئاسه الجمهوريه في مصر. بص يا اخي، انا اقول لك بمنتهى الصراحه، يعلم ربي لو ما كان الشيخ حازم نزل لمجلس لرئاسه الجمهوريه كنت هنزل انا وهرشح نفسي. ده انا قلت الحمد لله ان هو نزل عشان يزيح عننا الحرج، ان احنا كمسلمين فين؟ احنا مش دي بلدنا؟ واحنا بنقول قرآن وسنه بفهم السلف الصالح؟ طب امال احنا فين؟ سايبين التانيين يلعبوا في الملعب وفالحين بس نطلع الملعب حلال وحرام. جماعه الاخوان المسلمين بتقول ان احنا في الفتره الحاليه مصر مش محتاجه يعني رئيس من التيار الاسلامي، خصوصا بهذا القرب من جماعه الاخوان المسلمين كحازم صلاح ابو اسماعيل، وهي يعني محتاجه لرئيس توافقي اكثر منها رئيس قريب للتيار الاسلامي. رايك ايه يا شيخ وجدي في الكلام ده؟ لا يا اخي، احنا عايزين الايد المتوضئه، عايزين الايد الطاهره. ما كفايه بقى، كفايه اللي حصل على مر كام سنه، نهبوا البلد وخربوا البلد وضيعونا وبهدلونا وحطوا من كرامتنا. عايزين اللي يحكمنا بشرع الله، عايزين الايدي المتوضئه تدخل بقى مصر الحبيبه، عايزين نشوف مصر مزهزهه كده ان شاء الله. مزهزه بايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، مش نزلنا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، سوره الاعراف. وعايزين الخير يجي ان شاء الله. نعم. وانا مستبشر خير والله. ايه رايك يا شيخ وجدي في كلام في قرار جماعه الاخوان المسلمين بفصل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بسبب ترشحه لمنصب رئاسه الجمهوريه؟ يعني معلش، انا ليا موقف برضو من الاخ عبد المنعم، بس ما بحبش اقول الكلام ده لان بصراحه مواقفه ما كانتش منضبطه شويه. يعني حتى مع الصليبيين اللي في مصر يقعد يقول لك احنا احنا هما بنعبد اله واحد ايه؟ قلت له روح دوق صليب بقى يا اخ عبد المنعم، مش كلام ده. وبعدين الدوله مش عارف المدنيه، وبعدين مش عارف لو حكمني مسيحي ولو حكمتني، الكلام ده ما ينفعش يا مولانا. فيعني الاخوان ادرى بالوضع يعني، لكن انا بقول انا بحب اخواني في الله، لكن الحق احب الي منهم. جميل. ولما بشوفهم بصراحه بيعملوا حكايه الزبط ده الانبطاح، حتى الانفساخ ولا ده ما ينفعش يا مولانا. لازم نثبت. جماعه الاخوان ثبتت في الضرب والتعذيب والتقتيل والسجون. ليه دلوقتي؟ ليه حاسس انهم يعني معلش، وبدأنا كده نتراخى وبدأنا نستخدم الفاظ العلمانيين، الدولة المدنية؟ ليه ما نقولهمش ليه دولة اسلامية؟ يا حبيبي دول ما بيتكسفوش، الكفرة ما بيتكسفوش، بيتكلموا عينهم قد كده، مش عايزين الاسلام، مش عايزين الدين، ربنا ملوش في الحياة بتاعتنا، خلاص افصلوا الدين عن الدولة، ابعدهم. هما بيتكلموا بصراحة، وناس بصراحة مش متداريين، واضحين. احنا عايزين نكون واضحين احنا كمان. احنا لا. مين احنا المسلمون. ايه الاسلام؟ الاستسلام والخضوع والانقياد والاذعان والتسليم المطلق لاوامر الله. اللي مش عاجبه كلام ربنا يقول ويطلع بره الدين. لكن شيخ وجدي يعني اليس المسيحي في مصر له، شيخ وجدي اليس المسيحي في مصر كمواطن مصري له الحق في ان يترشح لرئاسة الجمهورية وان ينتخب لهذا المنصب؟ نعم شيخ وجدي اقول لك، الله يعزك، أليس من حق المسيحي كمواطن مصري أن يترشح لهذا المنصب، منصب رئاسة الجمهورية، وأن يكون ينتخب من قبل، يعني لو انتخبوا غالبية الشعب المصري انتخبت مسيحي على رأس الدولة، ما المانع في ذلك كمواطن مصري؟ أخي الحبيب، مصر فيها 80 مليون، الصليبيون فيها 5 مليون، قول عايز تقول 7 مليون براحتك، مفيش مشكلة.
اقلية، الاقلية في الدولة المسلمة لهم وضع. ما تعملش راسك براسي. ما يجيش واحد يطلع يقول لك المواطنة بالحقوق الكاملة والمتساوية. مين قال كده؟ ازاي تساوي اقلية باكثرية؟ لو قلنا ان هم مثلا 7 مليون، هم اقل ورب الكعبة. احنا 70 مليون. ازاي تساويني وتقول لي حقوق كاملة ومتساوية؟ يعني انا ابن مسجد، هو ابن كنيسة؟ مين اللي يقول كده يا اخي الكريم؟ عمرنا ما شفنا مسيحي بيصلي ورا الكنيسة من كتر الزحمة. تعال بص، احنا كمسلمين بنصلي في الشوارع. المسيحيين اقسم بالله واخدين حقهم اكتر. وانا احترم واقدر هنا المسيحي اللي بيحب مصر وبيحب بلده، مش اللي طالع يستقوي علينا بامريكا ويطلب من امريكا انها تتدخل للحماية. واخدين حقهم. واقسم بالله انا قلت في مصر قبل ما اطلع من مصر 2001 نطالب بحقوق الاقليات المسلمة في مصر. قعدوا يضحكوا في نقابة الصحفيين، قلت لهم لا بتكلم جد يا اخي. لما يكون في دير من الاديرة 2400 فدان، 2400 فدان، ودير تاني 600 فدان في مسجد، ولا ده مساحة يعني اخيرا شيخ وجدي، ما تجيش تقول لي ان دول متساويين معانا. لا يا حبيبي. والا وانا بقولها باعلى صوتي وعايز حد يرد عليا، لو فيهم راجل من اللي بيقولوا بالمساواة، عندك في امريكا اكتر من 300 امريكي، وعندك حوالي 12 مليون مسلم. اعمل راسهم براس الامريكان. 300 مليون. قول بقى زي ما التانيين ده مش قابلين مأذنة يا راجل في سويسرا. نعم. يا راجل مش قابلين حجاب في فرنسا يا اخي. شيخ وجدي، احنا في مصر الحمد لله حاميينهم وعايشين معانا طول عمرهم عايشين معانا. ايه اللي حصل؟ اخيرا شيخ وجدي عشان لضيق الوقت لو سمحت شيخ وجدي، كيف ترى دور الازهر؟ كيف ترى دور الازهر بعد ثورة 25 من يناير؟ وهل يستطيع الازهر التقريب بين وجهات النظر المختلفة للتيارات الاسلامية والنهوض بمصر وعودة الازهر الى مكانته مرة اخرى شيخ وجدي؟ افرق تماما بين شيخ الازهر وبين المفتي وبين الازهر كازهر وبين علماء الازهر. الازهر فيه علماء، وانا راجل ازهري وخريج ازهر، لكن اللي موجود دلوقتي والمفتي لا يمثلوا الازهر في شيء. وانا قلت الكلام ده. دول تبع حسني مبارك، دول تبعه اللي طالع يقول لك الرحمه عليه والكلام ده اهو. دول المفروض يا اخي عشان الكلام يبقى واضح، شيخ الازهر يعين من قبل لجنة علماء المسلمين، هيئة كبار العلماء يعينوا شيخ الازهر ويعينوا المفتي، والاثنين ياخدوا مرتبهم من اوقاف المسلمين عشان ما يمدش ايده في اخر الشهر.